ده نصيب يا روحية حبيبتي. الجواز زي ما بيقولوا اسم ونصيب. الاسم والجمع جولك كتير، انت اللي طرحه الموضوع ده من دماغك. يا حبيبتي يا حبيبتي افهميني، انا ليا نظام خاص في حياتي، وانا متأكدة اني مش هلاقي راجل يمشي على النظام ده زي ما انا عايزة. واخرتها يا نظيمة يا حبيبتي، سنك دلوقتي عدى 35 ووصلت المركز قد الدنيا، وشقتك اهي طويلة وعريضة، هتفضلي عايشة لوحدك كده لغاية امتى؟ يا حبيبتي يا روحية، المدرسة مالية عليا حياتي، خليك انت في بيتك وجوزك وعيالك وما تشغليش بالك بيا. اختك التوأم يا نظيمة واكبر منك ب5 دقايق بحالهم، ومن حق اطمن عليكي. وبعدين بقى بصراحة بقى دي وصية المرحومة ماما، انك تغيري نظام حياتي يا روحية، اني اجوزك. قالتها لي قبل ما تموت بثواني، وراحت حاطة دماغها ومن ساعتها ما صحيتش. ازاي يا استاذ شديد تطلع سنة اولى للفصول قبل سنة تالتة؟ ده غلط وتسيب. ودي فيها ايه يا فندم؟ المهم ان الاولاد كلهم يطلعوا ومحدش يتحرم من التعليم. ده كلامك انت يا استاذ، لكن النظام له رأي تاني. ويا ترى النظام قال لسيادتك ايه؟ ها؟ انت بتتريق يا استاذ. المفروض ان الطلوع للفصول يكون بطلوع الاكبر فالاصغر وهكذا. ده قانون يا فندم؟ مش لازم ده يكون قانون عشان نخاف منه ونحترمه يا استاذ شديد. افرض ان الاولاد بتوع سنة تالتة كعبلوا الولاد الصغننين المقطقطين بتوع سنة اولى، يبقى كويس؟ لا ده نظام المقطقطين ده عجيب. الست دي مش هتتهد الا لما تتجوز. اسألوني انا. مفيش راجل في الدنيا يقبل يعيش بطريقتها دي قبل توحيدها. دي عاوزه كل شيء بالمسطره. ما هو علشان كده لازم تتجوز يا استاذ شديد، ويكون راجل ايه ملوش ظابط ولا رابط وفاتح برجله على الاخر عشان يبرجلها حياتها ونرتاح احنا بقى. انت كنت فين يا راجل انت لحد دلوقتي؟ اسكت يا روحية اسكت اما احكي لك. احكي لي يا اخويا وصدعني، ما انا ناقصه صداع بعد صداع عيالك. انا نازل يا روحية من الشغل وماشي في الشارع، قال مين في وشي؟ مين يا شلبي؟ بابا نويل؟ بابا نويل ايه يا روحية؟ مدحت برهان. ايه معقوله انت بتتكلم جد يا شلبي؟ مدحت برهان مين بقى؟ نعم مدحت برهان مين؟ صاحبي صديقي صديق طفولة البريئة الفنان. اللي وريتني صورته ديك النهار في الجورنال. هو بعينه يا روحية، ما تصوريش فرح بيا قد ايه يا روحية. لا له حق، ما انت بصراحة تفرح قوي يا شلبي. وقفنا يجي ساعة نفتكر ايام زمان، وعزمني على المعرض بتاعه الشهر الجاي، ومش كده بس، اتفقنا نتقابل في كازينو برج المهاويس. ايه برج ايه يا اخويا؟ المهاويس يا روحية، كازينو بيتجمع فيه الفنانين العباقرة قوي، وانت عارفة الفنون جنون. طب ومدحت تعبان ده متجوز يا شلبي؟ تعبان ايه يا روحية؟ تعبان ايه يا روحية؟ اسمه مدحت برهان. ربنا يزيده يا اخويا. بقول يعني لو مش متجوز وتشوف يعني ان يجي منه، يا ريت لنظيم اختي. هو من جهة يجي منه، لكن الخوف لا يكون متجوز يا روحية. على العموم لما هتشوفه هيبان. ازاي؟ اذا كان قاعد مهموم ومكشر يبقى متجوز، واذا كان قاعد مبسوط ومزقطط يبقى من نصيب نظيمة، وساعتها هي اللي هتكشر. يعني ايه يا ست هانم؟ طب ده امه قعدت منظمه خلفتها قبل ما يتولد 5 سنين بحالهم والاخر تقولي لي مش منظم؟ يا معلم انا ما قلتش كده. انا بقول الولد مش منظم. ازاي يعني ولا مؤاخذه؟ يعني مبهدل في نفسه. شنطته عاملها مطعم، تلاقي فيها جرجير وترمس وخس وفول وطعميه وكله كوم، والعامله اللي عملها امبارح كوم. ايه كان جايب معاه شاكوريا؟ تصور حضرتك انه كان رابط جزمته بشريط علبة حلاوة المولد. ليه كده يا ليه الغباوة دي؟ يعني من قلة حبال الغسيل.
والله زمان، والله زمان يا مدحت بيه. لا بقول لي لسه برضه بتلعب في الطين؟ انت لسه فاكر يا شلبي؟ ودي حاجة تتنسي؟ كنا كلنا نلعب كورة إلا أنت. تاخد بعضك في ركن الحارة وتلم التراب تعمله طين وتقعد تعمل تماثيل. الفن يا شلبي يا اخويا قضيتي من يوم ما اتولدت. ويا ترى كسبتها؟ اديني قدامك اهو، فنان كبير مشهور، لوحاتي معروضة في أكبر الصالات. وازاي المدام؟ كويس؟